أذكر موقف السيد إسماعيل الأزهري حين طلب منه في مؤتمر دول عدم الانحياز أن يجلس خلف الرئيس جمال عبد الناصر، رفض أن يجلس خلفه باعتبار أنه قد استقل وأن السودان مستقل ويجب أن يمثل نفسه، فكانت الحجة عدم وجود علم للسودان في ذلك الوقت، فما كان منه إلا أن وضع منديله أمامه وكتب عليه السودان ومثل السودان بنفسه، فليحيي ذلك بصفقة عالية. هؤلاء الرجال هم الذين الآن يتهمون بأنهم منحوا الاستقلال ولم ينتزعوه. كذلك فلننظر إلى الشعار السودان للسودانيين الذي تبناه السيد عبد الرحمن المهدي. هذا الشعار في وجه الاستقلال الجاسم على الصدر في ذلك الوقت هو معارضة واضحة، هو نوع من المجابهة والمصادمة، فهي كذلك من الشعارات التي توحي بانتزاع الاستقلال انتزاعا ولم يكن هبة. فلنحيي كذلك هذا الرعيل بصفقة أخرى للسيد عبد الرحمن المهدي. وحتى ننصف الآخرين كذلك، انظروا معي إلى كيفية استغلال السودان وتطلعه إلى الريادة، حيث دعا السيد رئيس الوزراء وقتها محمد أحمد المحجوب قادة العالم العربي إلى الخرطوم، وعقد له مؤتمرا بقيادته وبقيادة السودان، وحلحل مشاكل وقتها كانت مستعصية، مما يعني أن السودان كان رائدا، كان مستقلا، كان يملك إرادته، فما كان على الآخرين إلا أن يتبعوه. فكيف يجوز أن يمنح استغلال لبلد ضعيف ثم يتبعه ككابر القوم؟ فالتحية للسيد محمد أحمد المحجوب رحمه الله. لا أود أن أكثر من الشواهد، فشهداء كرري والشعراء الذين قبلهم وعبد الفضيل الماض وكلهم يوحون بأن الانتزاع كان حقيقيا، وما علينا إلا أن نعتذر لهم في هذا المقام بأننا قد طردنا الاستعمار الأجنبي، ولكن ولسنا استعمارا من بني جلدتنا. فليت هذا الاستعمار يزول، وليت كل ما تطلعنا إليه يؤوب إلينا مرة أخرى. وفي هذه المناسبة المجيدة يكفي حضوركم أيها السادة الكرام وإحياؤكم لها، فهي تعني أن الشعلة متقدة وأن الفجر قريب وأننا لن نستسلم أبدا إن شاء الله، ويكون الاستقلال طعمه بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.